طعامهم ذو سمعة مشهورة، ستجدون بعد قليل. طعامهم ذو سمعة مشهورة، سمعته في كامل المعمورة. فالكسكس المصنوع من سميدة أكلته مشهورة فريدة، تجيده نساء أهل المغرب بعمل مكلف ومتعب. مراكش المشهور بالطنجية إذ لحمة بنكهة زكية. ومن يفز بطبق البسطيلة فهو المحسود في القبيلة. هذا البسطيلة طعام لذيذ جدا، ليتكم قد أكلتموه، وأنتم إن شاء الله يعدكم الأخ سعيد بطبق بسطيلة. ما سمعوا. مراكش المشهور بالطنجية إذ لحمة بنكهة زكية. ومن يفز بطبق البسطيلة فإنه المحسود في القبيلة. وفاس تلك البلدة العريقة، بصارة تباع في العتيقة. البصارة الفول المطحون. أول ليلة عرفت المغرب نزلت مدعوا ببيت النجبة، الوالد صديق لي هناك. أكرمت تلك الليلة الشهيرة، دجاجة مسمن حريرة، حرشتهم لعابنا يسيل، لذكرها ومدحها يطول. الحرشة، أكلت الحرشة؟ ما عرفت الحرشة. شوف كل واحد كل شيء ذكرنا هنا يخصهم يعطوكم منه، يعرفوا عليه. أكرمت تلك الليلة الشهيرة، دجاجة مسمن حريرة، حرشتهم لعابنا يسيل، لذكرها ومدحها يطول. طاجينهم لا تملك الأشعار، وصفا له وعقلنا يحار. مسمن وحرشة خليع في سوقها وزنقة تضيع. إذا ذهبتم سوق العتيقة تضيع في الزنقات. مسمن وحرشة خليع، الخليع على يباع في السوق العتيقة هناك تحت جامع القرويين. مسمن وحرشة خليع في سوقها وزنقة تضيع. أما أقادير فإن وصفها محير ذوي العقول والنهى. فتلك بلدة حباها المنعم بنعم غزيرة لا تسأم. أركانها زيت عزيز نادر، وهو هدية لمن يسافر. وإن تشاء تسعد بالبغرير فسافرا مكناس يا سميري. مكناس بغرير. وإن تشاء تسعد بالبغرير فسافرا مكناس يا سميري. واللوبيا زلافة الحريرة لذيذة طيبة شهيرة. أما الشاي عندهم فله أحكام، ما هو أي كلام. والشاي يا صاحي له أحكام كثيرة بديعة تقام. أركانه البراد شاي أخضر، أكوابه منقوشة تعمر. سننه النعناع واللويزة، وسكر والشيبة العزيزة، وكوكو وفستق ولوز. كعب الغزال للبطون يغزو. عرفتم كعب الغزال؟ الحمد لله. هذا تعرفه. إذا شوفوا هذا الفقه. أولا تعرفوا أركان الشاي وسننه والآداب. أركانه البراد شاي أخضر، أكوابه منقوشة. ما تصب الشاي الأخضر في الكوب العادي، لابد تكون أكواب منقوشة ملونة. أكوابه منقوشة تعمر. سننه النعناع واللويزة، وسكر والشيبة العزيزة، وكوكو وفستق ولوز. وكعب الغزال للبطون يغزو. ونحوه الفقاص والمقروط، من لم يذق فإنه مسخوط. عرفتم الفقاص والمقروط؟ هذا يعرفكم. ونحوه الفقاص والمقروط، من لم يذق فإنه مسخوط. آدابه الجلوس في المكان، وهدرة تعارف الإخوان. كيف حالك كذا لابس عليك؟ وقدم الأكواب للكبير إذ هو معدود من التقدير. لأنه في المغرب يقدم البراد ويصب الضيف الكبير. الضيف الكبير هذا يعني يقدمه يقولوا ست، هذا عندهم من التقدير. وقدم الأكواب للكبير إذ هو معدود من التقدير. ورفعك البراد باستقامة لتطلق الرغوة كالعمامة.